ونفترض أن تبدأ مفاوضات بين البوليزاريو والمروك حول مبدأ الحكم الذاتي. أول شيء يجب على المروك أن يغير من الدستور تاعو بصفة كاملة، يغير من طبيعة النظام السياسي تاعو، وبالتالي الدستور الحالي يجب أن يتغير كله. وأنا عندي تجربة، أنا عايش في بلجيكا، وبلجيكا بلد فيدرالي. بروكسل، يعني الناس اللي ما تعرفش، بروكسل العاصمة عندها برلمان وعندها حكومة. المنطقة الفلامانية عندها برلمان وعندها حكومة، والمنطقة الوالونية عندها برلمان وعندها حكومة، وأنهم يسيروا أمورهم وأمور منطقتهم بنفسهم. إذن أول شيء اللي يجب أن يكون وهو تغيير الدستور المروكي، لأن من المستحيل أنك تكون عندك حكم ذاتي في الصحراء الغربية بينما الدستور لا يسمح بذلك. الدستور المروكي لا يسمح بذلك لأنه دستور سنتراليست، يعني السلطة ممركزة، بلد موحد. ولكن لما تكون فيه حكم ذاتي يعني ما يبقاش البلد نفس النظام السياسي بأنه بلد موحد، هو بلد متعدد وفيه مجموعات لديها حكم ذاتي.